السلام عليكم، رمضان كريم يا جماعة. كل سنة وانتم طيبين. دي حلقة جديدة من سلسلة الصالحين اللي بقيتوا عارفين ان هي هتنزل كل يوم الساعة 10 طول شهر رمضان المبارك. ما تنسوش ان اخر كل حلقة هيكون معانا السؤال ده انتوا هتجاوبوا عليه في الكومنت، والناس اللي هتجاوب صح هنختار منهم ناس نكسبهم هدية. الهدية دي مقدمة من أكاديمية زواد. احنا اصلا متعاونين في الحلقات دي علشان نقدم لكم حاجة كويسة في رمضان تفيدكم وتفيد ولادكم، فتقدروا تجيبوا ولادكم وتسمعوا قصة ممتعة عن الصالحين والتابعين والصحابه. بس مش هطول عليكم، هسيبكم تكملوا الحلقه. عمرك سمعت عن صحابيه كانت متنكره وكانت نزلت وسط المعركه علشان تحارب بالسيف والرمح؟ تخيل كده انك تبقى وسط معركه فيها فرسان وسيوف ورمح وناس بتتقتل وناس بتقع قدامك. وسط كل ده فجأة يظهر فارس مجهول. مش بس كده، الفارس ده قوي جدا، بيضرب بدقة شديدة جدا، عنده مرونة بشكل غريب قوي، محدش قادر يوقفه. الفكرة ان بعد ما تنتهي المعركة فالفارس ده بيكشف عن وشه علشان تظهر ان هو مش فارس وان دي امرأة، ومش اي امرأة، دي خولة بنت الازور. هتسألوني هنا بقى، خولة بنت الازور اتعلمت فين ان هي تحارب وتعمل فروسية وتروح وتيجي وهي سيدة؟ أول حاجة، خولة بنت الأزور كانت أصلا من الأسد، يعني من بيت الأسد، وكان ليها أخ اسمه ضرار. بيت الأسد أصلا كانوا معروفين بقوتهم وشجاعتهم دايما. أما أخوها ضرار فكان بيعلمها القتال، وكانوا بيحبوا بعض حب شديد جدا. في الوقت اللي البنات فيه كانوا بيتعلموا ان هم يعملوا الاعمال المنزليه العاديه، ولكن ما كانتش متخيله في اللحظه دي وهي بتتعلم القتال ان انا هحتاج لده بعدين، لحد ما جه يوم المعركه زي ما انا حكيت لكم. في الوقت اللي كانوا البنات فيه بيتعلموا الاعمال المنزليه، عمرها ما تخيلت انه القتال ده هتستفيد منه بحاجه معينه، لحد ما حصلت الكارثه. ايه هي الكارثه دي بقى؟ اللحظه دي بقى كان ضرار من ضمن الاسرى، فكان في معركة ما بين المسلمين والروم. فلما حصلت المعركة دي طلع ضرار منهم وكان في الأسرة. مش بس كده، ده المسلمين ما عرفوش ينقذوه لأنه هو كان متاخد في جنب، وكان الوضع سيء جدا 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 إن هم يقدروا ينقذوا ضرار. فلما سمعت بالخبر ده خولة بنت الأزور حست بانهيار. ده أخويا وحبيبي وشقيقي وأقرب حد ليا، وبيننا حب شديد جدا، وهو اللي علمني القتال. وحست انه دلوقتي جه دورها وجه وقت تعليم اخوها، وان هي اللي لازم تنقذه منهم. بالليل بقى السيدة خولة بنت الازور او الصحابية خولة بنت الازور راحت خدت بعضها ومشيت ما بين الجنود ولبست لبسهم وبدأت تستعد علشان تنزل المعركة معاهم. ودخلت وسط الجيش وهي متخفية تماما علشان محدش يعرف او يحس ان هي امرأة. وقررت وعزمت على ان هي هتنزل وسط المعركة لحد ما تعرف فين اخوها. لحظة القتال بقى خولة نزلت وسط المسلمين وبدأت ان هي تدافع وتقاتل بكل قوتها. بدأوا يستغربوا، مين ده؟ مين الجندي الفظيع والقوي اللي بدأ ينزل وسطنا ده وهو متخفي ومحدش عارف مين هو ده تحديدا؟ ومش بس كده، كانت بتتحرك بخفة وبقوة شديدة جدا وكأنها محاربة قوية جدا. المسلمين وقفوا مذهولين زي ما قلت لكم، مين اللي عمال يحارب بكل قوته ده؟ وهم مستغربين. حتى القائد خالد بن الوليد برضه استغرب وقال، من يكون هذا الفارس؟ لو كان من قريش لعرفناه. تفتكروا خولة اتكلمت او اتأثرت بكل الاسئلة اللي حواليها؟ ابدا، كملت في طريقها عادي جدا وكأنها مش سمع اي حد من اللي حواليها، وفضلت تقاتل وفضلت تحارب وكأنها محارب محترف جدا لحد ما العدو انهزم. وقتها بدأت البشاير اللي هي محتاجاها عشان تحرر ضرار. بدأ ان هو ينكشف سر السيدة خولة. لما خلصت المعركة وهي رجعت تاني ما بين صفوف المسلمين وكشفت عن وجهها وتعرف ان دي امرأة. وهنا كانت المفاجأة للمسلمين، ده مش فارس، دي السيدة خولة بنت الازور. كل الجيش وقف وقتها مستغرب جدا وفي ذهول شديد قوي ان دي السيدة خولة. حتى خالد بن الوليد
استغرب جدا وراح قال والله لو كان عندنا 10 بس شبه السيدة خولة لكنا فتحنا كل بلاد الروم. عشان كده السيدة خولة بتعلمنا أعظم الدروس اللي المفروض نتعلمها. أول حاجة، مش بس محبة ووفية لأخوها ولمعلمها اللي علمها القتال، ولا قد ايه السيدة دي مقدمة لأهل بيتها ولتفاصيل أهل بيتها، ولا قد ايه هي قوية وشجاعة وذكية وكان التعليم فيها مؤثر. هي علمتنا دروس اكتر في الوفاء والعطاء، حتى لو كان العطاء بيصل لروحك او انك تكون وسط معركة قوية جدا زي اللي قامت ما بين المسلمين والروم. فاكرين ان هنا انتهت قصص السيدة خولة مع المعارك اللي قامت بيها؟ لا، لانه بعد كده السيدة خولة حصل معركة تانية مع السيدات، لانه حصل انه اتاخد اسرى من المسلمين كانوا سيدات، كانت من ضمنهم السيدة خولة. الاعداء لما اخدوهم قرروا ان هم يبعتوهم زي هدايا كده للقسطنطينية، لكن السيدة خولة هنا قامت بدور مهم جدا، ان هي مش بس قامت علشان تحارب الاعداء او ان هي تمارس الفروسية اللي هي تعلمتها، ما وقفتش هنا عندها وقالت لا، ده هي قامت وهيجت كل السيدات اللي كانوا موجودين وقالت لهم هو احنا هنستنى لحد ما يودونا ليهم هدية؟ والله لنقاتلا. واللي حصل بقى انه هي من كتر ما شجعتهم ومن كتر ما اديتهم حماس في نفسهم وبدأت بقى تخطط يعني للموضوع، فعلا السيدات دول قاموا بالليل وسرقوا الأسلحة بتاعت الحراس يعني وقتلوهم بكل قوتهم. ومش بس كده، ده هم انتصروا عليهم وقدروا يهربوا من ايديهم. ومش بس كده، ده هم كمان رجعوا للمسلمين كاملين العدد بدون اي نقصان منهم. السيدة خولة من اهم الحاجات اللي بنتعلمها منها دايما لما نقرأ عنها ان اول حاجة ان القوة مش هتيجي في جسمك او بدنك او مدى انت عندك قدرة انك تعمل ايه بالظبط، ولكن بتيجي بالعزيمة والإصرار، لأن هي عزمت وأصرت مرتين، مرة لإنقاذ أخوها ومرة لإنقاذ المسلمات من أيدي الجيش. وإنه لازم دايما تعرف إنك لو مؤمن بالقضية بتاعتك وبالحاجة اللي انت عايزها هتقدر توصل لها بكل سهولة، لأنه هي محتاجة منك عزيمة وفي نفس الوقت محتاجة منك إيمان بالحاجة أو القدرة اللي عندك. السيدة خولة كانت مثال للمرأة المسلمة القوية اللي ما تنزلتش أبدا عن حقوقها لحد آخر لحظة. وهنا هنكون وصلنا لحد آخر الحلقة، وزي ما قلت لكم في سؤال في آخر الحلقة هنجاوب عليه في الحلقة الجاية، وانتوا كمان هتجاوبوا في الكومنت، وهنختار منكم من كل حلقة حد من الكومنت هيكسب هدايا هتكون تابعة لأكاديمية زواد. دلوقتي دوركم ان انتوا تجاوبوا على السؤال ده. السؤال هو: من هو أول سفير في الإسلام؟ كمان مرة، من هو أول سفير في الإسلام؟ وبكده نكون وصلنا لحد آخر الحلقة. هستناكم تردوا عليا على السؤال في الكومنتس، واللي هيجاوب صح في ناس منهم هتختارها أكاديمية زواد علشان تكسبوا معاهم هدية. وإن شاء الله الإجابة كمان هتلاقوها في الحلقة الجاية اللي هتنزل بكرة الساعة 10، وسلسلة الصالحين هتفضل دايما معانا طول شهر رمضان كل يوم الساعة 10 إن شاء الله تعالى. وما تنسوش تشاركوا القصة دي مع أصحابكم وأهلكم، وخلوا أطفالكم يسمعوها، لأن أبطال التاريخ يستحقوا إن قصصهم تتروي من جديد. وبس، السلام عليكم.